السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن حاجة جميلة جدًا، ممكن لو فكرنا فيها كويس وعرفنا نستغلها هنفيد أولادنا أوي برمضان وجو رمضان، وهي الصحبة الصالحة. أكتر حاجة هتجمع ولادي بصحابهم هي العبادات والجو الإيماني في رمضان، فكن حريص جدًا إنك تعلم ابنك وتساعده على اختيار الصديق اللي هييجي في وقت زي ده ويساعده على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. خليه يروح مع الصاحب اللي هياخده المسجد، مش اللي هياخده في أي طريق تاني. خليه دايما يشارك أصحابه قراءة القرآن والصيام، ويبقى في ما بينهم مسابقة في الصدقة والتحلي بالأخلاق الكريمة. العبادات اللي هي بتبقى تقيلة عليه، الصحاب بيكون ليهم تأثير على أولادنا يمكن أكتر مننا. ليه؟ لأنهم بيشاركوهم نفس المرحلة ونفس الاهتمامات، فبيكون نصايحهم لبعض أصدق بكتير من عالم الكبار. عشان كده علم ابنك وكون حاضر معاه في اختيار أصحابه، وتابع كويس قوي ايه الأنشطة اللي هم بيعملوها مع بعض في رمضان. ولو ما كانش صحابه بيبدأوا، خلي ابنك هو اللي يبدأ، يطلب من صحابه يروحوا المسجد، يعملوا مع بعض إفطار ويوزعوه. بعض الأفكار الجميلة اللي ممكن تكونوا كمان عندكم أكتر مني، ايه اللي ممكن ولادنا يعملوه في رمضان هم وأصحابهم من خير ومن عبادات. وتعالوا نتشارك مع بعض في الكومنتات ايه اللي ممكن تعلميه لابنك يعمله هو واصحابه من عبادات جميلة، عشان نتعلم كلنا من بعض.